تعالوا شوفوا الحلوة دي هتعمل ايه. بيض يا جماعة، مش هتتخيلوا هي هتعمل ايه بكمية البيض ده. وحقيقي بجد ما تستعجلوش، واستني لاخر الفيديو وانتي بجد هتنصدمي بمعنى اني انتي مش متخيلة هي هتعمل ايه بالبيض ده كله، وايه الطريقة اللي هي عملتها. هي هنا سابته يتسلق طبعا، وهنا جابت بقى حبة بصل اخضر كده وشطفتهم حلو، وحطيتهم بقى كده وقطعت زي ما انتوا شايفين. وكانوا على جنب في الوقت ده جايبه كمان فلفل الوان اخضر احمر اصفر، وهتقطعهم برضو قطع صغيره مكعبات كده. يلا يا ست الكل. وكمان فلفل حامي يا سيدي بقى، والحمص نقعاه، والجنزبيل الفريش. ايه يا جماعه ده، ايه الجمال ده. تعالوا لسه وانتوا شفتوا حاجه. وكمان جايبه الجزر وهتقطعه. وهنا بقى اخونا بقى بيساعدها بقى، طبعا لم البيض من الميه المغليه خلاص اتسلق، وشطفه بميه ساقعه وهيقعد يقطعه. وفي الوقت ده هي حبيبه قلبي بقى بتقطع الجزر برضو مكعبات. شايفين الجمال، شايفين ولا الالوان بقى، الوان الطبيعه الحلوه دي. البنجر بقى على فكره هي كل الحاجات دي هم بيزرعوها عندهم. والبصل بقى كله قطع كده مكعبات. شايفين كميه البصل والخضار اللي هي عملتها. ما تستعجلوش يا جماعه، والله هتنبهروا باللي هي هتعمله دي. كل ده بقى كميه البيض وكمان التوم. يلا، في كل برطمان 3 4 فصوص توم على حتتين جنزبيل، وكمان فلفل حب، ويا سيدي بقى حبة بصل في كل برطمان، و3 4 بيضات، 5 بيضات، 6 بيضات براحتكم خالص بقى. وهتحط بقى شوية جزر على شوية كرات، او اللي هو البصل الاخضر، على شوية البنجر. وتحط تاني البيض. بتملح البيض، بتملح البيض. شايفين بيض بيض مخلل. وتحط الفلفل بقى الالوان والفلفل الحامي، وكمان معلقتين كبار من الملح او 3. ويلا بقى جابت الميه، والسقمية متتحركش، هو الراجل بيساعدها يعني كتر خيره. وكمان معلقة خل في كل برطمان. وهو الملح بقى هيدوب بقى مع نفسه. تمام كده، يلا بينا قفل يا ست البنات البرطمانات. لا ده لسه هتعمل فيه حاجة. ايوه كده، بصوا الملاية في نفس المية المغلية، وسقطت تاني البرطمانات تتحط شوية فيهم. ايه ده يا جماعة، بتعمل ايه؟ شوفوا بقى، اللي يعرف هي عملت ايه يبقى يقول لنا في الكومنتات. هنا بقى هيعمل لهم كوبايتين شاي ويمخمخوا عبال ما البيض ياخد وقته في المية اللي هم حاطينها فيها والبرطمانات تتعمل. شايفين الشاي يا جماعة؟ شايفين الشاي؟ شاي طبيعي ده من الأرض على البراد على طول. شايفين؟ هي الطبيعة عندهم الصراحة جميلة جدا. يلا بقى نكمل ونشوف هم هيعملوا ايه. هنا بيخرجوا البرطمانات بتاعتهم، وبعد كده هينقلوها في المكان اللي هم بيخزنوها فيها. لو الفيديو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير، واشوفكم على خير.